وبركاته. اهلا وسهلا بكم في لقاء جديد على قناة كبسولة بيزنس. النهارده حابب اتكلم على محور من محاور النجاح مهم جدا ان انت تكون فاهمه وواعي جدا بيه. اولا، قد يعتقد البعض ان ظروفي بتأثر على طريقي في النجاح، لكن اللي بيأثر على طريقك وبيأثر على مراحل حياتك المختلفة اللي هي ممكن غير متوافقة مع أهوائك الشخصية، قد تكون أولا بل هي دي 100% هي طريقة عقليتك وطريقة تفكيرك نحو مراحل حياتك. يعني من الطبيعي إن أنا أقول إن الإصلاح هو سبيل لفلاح الأمور والعادات السيئة اللي أنا بتعرض ليها في الحياة، أو أقول لك إن أنا هتعامل مع المواقف الصعبة إن أنا أحاول أصلحها وأطور منها وأجد لها الحلول. زي إن أنت يبقى في مشكلة عندك، بتحط المشكلة وتوصفها وتقول دي مشكلة 1 2 3 4 وتبدأ تشوف أعراضها، وبعد كده تعمل عملية حلول أو تشوف إيه الآثار اللي نتج عنها هذه المشكلة كنتائج وتعالجها. فبالتالي للي بيسأل على إزاي أطلع من طريق النجاح وعقبات الوصول للنجاح، أنا بقول لك خلي عقليتك فيها تفكير شديد ونظرة للمستقبل. أول حاجة. تاني نقطة، بلاش تصاحب ناس يائسين وبائسين. هتقولي أنا نفسي بائس، هقولك أنت بائس عشان اتصاحبت مع البائسين واليائسين. طب خد التانية دي من قواعد الوصول لأي حاجة أنت عايز توصل لها. ضحي باللي أنت بتحبه، بكرة هتبوس إيدك وش وظهر لأن أنت ضحيت. ادي حاجة. طب تالت حاجة برضو مهمة جدا، روح لربنا سبحانه وتعالى، احكي له اللي جوه قلبك وادعي ربنا سبحانه وتعالى بالتوفيق والسداد. والتاني وهكررها قلتها كتير يا جدعان، السعي عبادة، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه لسوف يرى، وفي السماء رزقكم وما توعدون، والله يريد بالعبد الخير. ما دام العبد عنده حسن ظن ويقين كامل بالله ان انا هوصل، ان انا طريقي هيبقى كويس، انا عندي عقبة يا باشا، عندي ظروف مفيش بعد منها. في ناس بتمشي على كراسي بعجل وبتشتغل وبتنجح وبتشوف حاجة، بس هي الفكرة العقلية. وفي واحد اختار يشتغل في مطعم بتاع مطعم عادي، مش عايزين نوصف اي حاجة، وكان عنده فلسفة وتطوير لنفسه. قال لك انا هاخد من دي نقطة او مرحلة وحاجة مؤقتة وابدأ اروح لحاجة تانية وابدأ اذاكر وانا في المرحلة دي. وقد يرى البعض قلالات الخبرة مش هنخليهم قلالات اللي هي التانية ديت، يقول لك ده شغال في مطعم، ايه يا عم الشغلانة دي، ده مش من قيمة، ده مش كذا. او واحد شغال ديليفري، لا، ده الشغلانات دي اكتر حاجة بتعلمك خدمة العملاء وبتعلمك ازاي تبقى سيلز ناجح. وتالت نقطة، ازاي تتعامل مع شخصيات العملاء وتلبي احتياجاتهم وما تعملش مشاكل. لان انا قد رأيت ناس فتحت مشاريع كده خبط لزق بدون ما اشتغلت بقى ولفت ودارت وشفت المشروعات. ما هو من محاور النجاح ابقى عارف السكة فيها ايه. فاذا انا رحت شفت السكة، اشتغلت دليفري، اتعاملت مع عملاء، بعرف اتعامل مع الناس، بعرف احل مشكلة. ودايما كده هتلاقي الجملة دي مشهورة عند بتوع المبيعات، هات لي واحد قاعد في الشارع ليل نهار يعرف يتعامل مع الناس، ابن شارع، يعرف يتعامل، يعرف يتكلم، يعرف يتواصل بشكل جيد، عنده تواصل اجتماعي اللي هي الكوميونيكيشن سكيلز، عنده سكيلز عالية، مهارات في فهم واقناع العميل والعرض وكل ده. طب ما طبيعي يا ابني هتنجح. طب ايه العقبات؟ لو عقليتك واقفة عند حتة واحدة بس، خدها مني، ما ينفعش ان انا اقول والله انا عشان اصلح من مستقبلي او من طريقة حياتي في قطاع واحد او مجال واحد هو ده اللي هشتغل فيه بس. لا، الحياة بتحب التجديد، بتحب التجدد، بتحب انك تطور من نفسك واشتغل في المجال دوت او في السيكتور دوت، وروح شوف مجال تاني ادام انت عندك الكوميونيكيشن سكيلز عالية او عندك تواصل اجتماعي. حتى في السيلز كده،
بيشتغل في العقارات، بيشتغل في السيارات، بيشتغل في مكتبة، بيشتغل في لو جات له فرصة وظروفه بقت صعبة مثلا بيروح يشتغل في قهوة. ايه المشكلة؟ ده هي حلاوة الحياة ان انا اشتغل هنا وهنا واروح هنا واتعرف على ناس ويبقى عندي صداقات وهكذا، متعة الحياة. وهو ده الطريق. وعلى فكرة اللي بينجح مش اللي بيسعى كتير، اللي بيسعى بذكاء وبيسعى نيته كويسة وبيفكر في الخطوات بيحسب انا هروح المكان الفلاني ممكن اتعلم كذا كذا. مش بيحسب ما سيعود عليه من قيمة من انه يروح المكان الفلاني. بس ما تحسبش انا هروح المكان الفلاني فاحسب قيمة الرزق على نفسي. لا، محدش بيعرف يحسب الرزق، لان اللي هيقدر يحسب رزقه. طب انت هتحسب عمرك؟ لا، الرزق بتاع ربنا سبحانه وتعالى، والرزق ده ربنا وعدك بيه وربنا اتاه اليك وكتبه عليك في الكتاب وكتاب القرآن الكريم. قال لك الرزق ده مكتوب لك ونصيبك وهتشوفه. فللأسف الشديد هذا الفيديو للناس اللي بتحسبها. لا، ما تحسبهاش، سيبها زي ما تيجي. ربنا كده يقول لك اللهم أذلنا له بالتوفيق والسداد والفتح والنصر فنصرك الله. وبعدين تدابير ربنا غير تدابير البشر خالص. يعني فروا إلى الله بقلب يعبد وقلب يخشع في الصلاة، وتفرج على النور اللي يبقى جوه قلبك لما تروح لربنا تقول له يا رب انا نفسي في الحاجة الفلانية، يا رب انا اسألك التيسير في هذا الامر، اللهم اني اسألك ان تقضي لي حاجتي في هذا الامر. تفرج على حسن بقى التدبير، وحسن الظن بالله بيوصل لطريق يعني جميل جدا. وانا بقول لك اهي نصيحتي ليك، جرب تطلب من ربنا حاجة في صلاة الفجر. جرب تسأل ربنا انه يوفقك لطريقه ويوفقك لحاجة جميلة جدا، ألا وهي قيام الليل. قيام الليل شرف المؤمن. قيام الليل ده هو الجمال الرباني اللي بيديه لقلوب المؤمنين المتقين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فتقوى الله بتحسن وبتغسل القلب من جوه. والدعاء، ادعي كتير، صلي على النبي كتير. لو انت عندك اكتئاب حله بان انت تشتغل. ادي رقم 1. رقم 2 ان انت تذكر ربنا كتير وتصلي على النبي وتستغفر ربنا. مش هيبقى فيه اكتئاب، هيبقى فيه خير ويبقى فيه كرم وفيض من عطاء ربنا سبحانه وتعالى. ودايما اصحى كل يوم اشكر ربنا على نعمه التي لا تحصى، في الصحة، وفي انك قادر تحرك ايدك، وقادر انك تحرك رجلك، وقادر انك تمشي على رجلك، وقادر ان انت تصحى كل يوم تفكر ان غيرك قد يكون في مستشفى تعبان، وغيرك واحد ممكن في جامعة سقط ومش عارف ينجح وهكذا. فدايما اطلب من ربنا سبحانه وتعالى، وخلي عندك حسن بالظن. انت بتعامل ربنا اللي خلقك القادر الخالق. وسمعت الله يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الآية دي جميلة جدا، وفعلا فعلا ربنا مع الصابرين. وربنا إن أراد بك خيرا يسر الله لك أمرك بدون سعي منك وبدون فكر منك. أنت بص كده، أبدأ أصلي صلاة الفجر كل يوم وأصحى من النوم، تقول لي عندي شغل، أقول لك لا، ده صلاة الفجر أهم، لأن ربنا يحفظك طول اليوم بفضل الصلاة بتاعة الفجر، وبفضل ان اللي بيصلي الفجر حتى في الجامع. دي بقى حته خدها مني، حاجه بسيطه قوي. دول جنود من جنود ربنا. ده حرب يا ابني، ده حرب. ده انت اول حرب بتعملها حرب مع النوم ومع الراحه ومع انك قاعد في الدفا لو في شتاء. فانت عايز ايه؟ وعلى فكره دايما هتلاقي الراحه والسكينه في قلوب اللي بيصلوا وقلوب اللي بيذكروا الله ذكرا كثيرا، وقلوب الذين وصلوا مع الله فاتصلوا به. فمش شاغل بالي بقى انا هشتغل في المكان الفلاني، طب هنجح، طب في محاور لنجاح امشي عليها، طب ايه ازاي اوصل لطريق نجاح. لا، خدها مني، صلي والباقي كله جاي جاي. واسال الله ان يوفقنا فيما يحب ويرضاه. ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو دوت. اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. كنتم مع قناه كبسولة بيزنس. اشكركم. السلام عليكم.